يلا بينا نعمل فطيرة السندوتش او فطيرة الطاسة اللي عاملة ترند. سهلة وبسيطة ومش محتاجة اي مجهود. هنا معايا نص كيلو دقيق. نص كيلو دقيق ده هيعمل لي كمية معتبرة حلوة. زي ما انتوا شايفين نص كيلو دقيق. هنا احط معايا نص معلقة ملح صغيرة، وهبتدي ان انا اعجن. انا عجنت بكوباية ونص مية. الدقيق للاسف في دقيق بيقبل معاكي مية بكمية، وفي دقيق ما بياخدش معاكي. انا الدقيق خد معايا مية، يعني كوباية ونص بالنسبة لنص كيلو كتير، خد معايا كوباية ونص. فعشان كده انا بقول لكم المية تقديرية زي ما انت شايفة العجينة بتطلب منك ايه. هنا عجنت وبعدين خدتها على الرخامة، بدأت برضو ان انا اعجنها لحد ما بقت معايا كويسة. قلت تستريح بقى في البولة واغطيها شوية، اكون احضر المقادير بتاعتها اللي هي بتاعت الحشوة. هنا كان عندي بقى شوية فلفل في التلاجة، فلفل الوان احمر واصفر. بدأت اقطع مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين، وهبتدي اي حاجة عندك عايزة تحشي بيها براحتك. هنا برضو قطعت اهو الفلفل الاحمر، وكان عندي كام فلفل بقى حراق، ده طبعا لا غنى عنه بالنسبة لي، لا من عشاق الشطة. فطبعا انا قطعت بقى الفلفل الحراق كده كام قرن كده، نقيتهم قطعتهم برضو صغير حلقات. وجبت بقى طماطمايه قطعتها نصين. الطماطمايه بقى هبتدي بس ايه اشيل القلب بتاعها، بحيث ان الميه بتاعت القلب ما تنزلش في الفطيره وهي بتستوي معايا، لان الفطيره ما بتاخدش وقت على البوتاجاز. انا هو شلت القلب بتاعها وهقطعها مكعبات صغيره. كان عندي بقى مجموعة جبن بقى في التلاجة. كل ما بيبقى عندي شوية جبن واحس انه خلاص كده ان هم نشفوا شوية او فتلت معايا، اشيلهم. بحتاجهم بقى في حاجات كتيرة بستخدمها، سواء ان انا بستخدمها معجنات او بستخدمها في المكرونة البشاميل او الجلاش او الرقاق. في كلا الحالات انا ايه بتنفعني جدا جدا الجبنة. هنا انا قطعت زي ما انتوا شايفين. ان انا هبتدي بقى ان انا ايه اجيب بقى العجينة. خلاص العجينة استريحت وخدت كفايتها، هجيبها برضو هعجنها برضو ثانية، وهبتدي ان انا اعملها رول طويل كده، واقطعها قطع قطع معايا اهو. ادي العجينة اهي زي ما انتوا شايفين. شايفين بقت خلاص طرية وجميلة ازاي، وقطنية كده، وبتاخد وتدي حتى صوابعي بتبصم فيها، معناها ان هي استريحت وخدت كفايتها في الراحة. هبتدي ان انا اقطع بالقطاعة اهو. هقطعها بقى على حسب بقى ايه كم عدد معايا، هعمل لكل واحد ساندوتشين او كل واحد فطيرتين زي ما انتوا بتسموا سموا. اهي انا قطعت اهو العجينة. هبتدي بقى ان انا اكورها برضو. وانا بكورها، انا مش بكورها عشان تبقى كور بس، انا بكورها بديها برضو حتة عجن معايا. برضو الجزء العجن ده بيدي روحة للعجينة، بيخليكي لما تيجي تفرديها تفرد معاكي. حتى لا على فكرة في حاجة معلومة، الفطيرة حتى وانتي بتفرديها ممكن تتقطع معاكي، لان انتي كل ما بترققي فيها كل ما بترققي بتبقى عرضة ان هي تتقطع معاكي. فما فيش مشكلة خالص، لانك بتلمي كل الكلام ده بتلميه ببعض تاني، بالعكس بتبقى مورقة معاكي اكتر. فهنا انا زي ما انتوا شايفين اهي كلها عجنتها تاني اهو، ما خدتش معايا وقت. ونصلي على النبي وعليه الصلاة والسلام. واللي ما اشتركش في قناتي يا ريت يشرفني بالاشتراك، ويا ريت يشرفني بتعليق منه حلو كده. هنا هبتدي ان انا بدهن بقى زي ما انتوا شايفين اهو. دي الفطيرة الاولانية اللي عملتها، هما طلبوها من غير اي حشوات، عايزين ياكلوها كده زي الساندوتش اهي. انا عملتها اهي. والفطيرة التانية اهي معايا. ابتدي بقى ان انا احشيها بقى بالموجود عندي. المتاح هو الموجود، اللي انت عندك تعمليه. انا كان في حته بسطرمه حطيتها، وحطيت فلفل حراق معايا اهو زي ما انتوا شايفين، وفردت معايا اهو. اهو زي ما انتوا شايفين هبتدي ان انا المها. وبعد ما لميتها اهو الم اهو، اهي بقت شكل الساندوتش معايا. هبتدي برضو ان انا اعمل واحده اهي. شايفين لو في حاجه معاكي العجينه طريه لسه تقدري تلمي اي حاجه معاكي، يعني ما تتضايقيش ان هي، لانك كده كده هتلميها. كده انا دخلت في الفطيرة بقى اهي، بعمل برضو فطيرة تاني قدامكم كلها بايديا. والله انا اشتغلت بايدي، ما اشتغلتش ابدا بالحاجة اللي بفرد بيها، لا. هنا حطيت الطماطم بالفلفل المتاح عندي. كان عندي قطع لانشون حطيتها. انا قلت له اللانشون ده كان عندي بقايا
حطيتها برضو في الفريزر، قلت هستخدمها. وهنا عملت ساندوتش اهو، ما خدتش مني اي وقت، كلها ما كملتش دقايق. هنا ببتدي ان انا حطيت طاسه على النار فيها شويه زيت، ببتدي بقى هنا ايه بتستوي معايا. والله ما خدت مني وقت خالص. يعني انا هنا بشرح لكم بالتفصيل علشان اقول لكم ان الحاجه انت ممكن تعمليها في ثواني وما تاخدش منك وقت، وهتطلع احلى من بره، وهتعملي كميه تكفي الموجودين. وهتبقي على فكرة ممكن ما تحطيش ولا لانشون ولا بسطرمة، ممكن تحطي لو هتقطعي بيض وتحطيه حطيه، لو اي حاجة عندك حطيها. معلش بقى انا كل ما اجي اسجل يحصل بقى ان يبقى الصوت عالي، الاقي مؤثرات خارجية كده، فسامحوني بقى. فهنا خلاص هبتدي بقى ان انا اقلبها على الوش التاني اهو زي ما انتوا شايفين، وكل ده على البوتاجاز من فوق. وادي الفطيرة اهي ومورقة من جوه ازاي وطرية ازاي، وحبيت اوريها لكم بالهنا والشفا. متنسونيش في الاشتراك. باي باي.